ديال الصغار. وباقي ان شاء الله، باقي ان شاء الله عندنا معلومات على الديور العربيين ولا التطاونيين كيفاش كانوا كيعيشوا، والتفريشات الطونيه والحيطي والتسارح وديك الشيء. يعني كندخلوا في عالم ونوريو الناس البلاد هذا الكنز اللي عندهم هنايا. السلام عليكم، معكم عز أحركات، صانع محتوى بمدينة تطوان. السلام عليكم ورحمه الله. انا عمر أيد سليمان، يعني ملقب بولد بويا. في المدرسه ديالي اللي كنت كنقرا ابتدائي كنت كيقولوا لي عمر السرغيني، ولكن حاليا ملقب عمر ولد بويا. بالنسبه للفيديوز ديال الصناعه التقليديه، انا كان عندي اول فيديو في مدينه فاس، وراها انتقلت مدينه تطوان اللي هي المدينه ديالي، وقلت علاش ما نجيش نعمل هنايا شي فيديو على الصناعه التقليديه، بحكم ان المدينه ديالنا فيها بزاف ديال الصناع ديال التقليديين. وموراها تلاقيت بعمر اللي كانت واحد الصدفه مزيانه، كنت في عمر اللي كانت عندي اول فيديو على الجلابه الوزانيه وتطوانيه اللي كنت شرحتي بزاف للناس، تبارك الله عليك. التعرف ديالي على السي عزيز كما قال لك في الانطلاقه، قال لكم بان راه هو جا عندي للحانوت صدفه، وجبدنا نقاش مع بعضياتنا. يعني بديت كنعرفوا على الجلابه يعني تطوانيه، وبدينا داخلين في الجلابه شويه، عجزنا وتحاورنا مع بعضياتنا. زبر راسي عامر بالمعلومات وهذا، قال لي علاش ما نعملوش؟ قلت له انا بسم الله. وبقينا كنفتشوا على المآثر ديال البلاد، وعلى كنطلوا كنعملوا واحد التطليله وكنوريو للناس. الصعوبات ما كاين حتى صعوبات صراحه، بالعكس. لقينا واحد الاعجاب كبير مع عمر، تبارك الله، معروف في المدينه، وتا طريقه الالقاء ديالو تبارك الله، الطريقه اللي هي غزاله، والناس سبحان الله كلشي بالنسبه للتعاليق كلشي الناس كيشكر عمر. قلت انا لماذا انني يعني الناس كما الفيديوهات تبارك الله كيلقى واحد الاعجاب كبير مع عند الناس، قلت لماذا انني ما نجيش نخدمو. وجات فكره تما ديال الابواب السبعه، اقترحتها على عمر، قال لي مزيان تبارك الله. عمر زاد بحث في الموضوع ديال البيبان السبعه، والحمد لله قازت سلسله غزاله، كلشي تفرجا، والحمد لله لقات واحد الاعجاب كبير مع عند الناس. بالنسبه للمدن اللي في المغرب طبعا، حيت كنت زرت مدينه فاس، ودابا كنفكر انني نزور مدينه مراكش وبزاف ديال المدن اللي في المغرب، مكناس، مراكش. وطبعا السي عمر ضروري غيكون حاضر، ضروري ان شاء الله. مرحبا مرحبا مرحبا. حيت انا وعمر دابا بحال واحد يعني واحد الكوبل، يعني تخلقنا واحد جوفاني ورونالدو. حيت واحد القضيه حيت كنا نزل شي فيديو بلا عمر، كنقرا التعاليق كنجبر وفين هو عمر، واش ما غاد الحلقه الثانيه ما غيكونش عمر معاه؟ كنقول له لا ضروري غيكون. حنا كنحاولوا اننا كيقولوا نوعوا شويه. الله يحيينا ويهنينا. كيقولوا التطاوني الله يحيينا ويهنينا. وحنايا حنا التطاون والتطاون ديالنا صافي. حنا ولاد المغرب. وعمر تبارك الله عليه واحد الموسوعه خايف في مدينه تطوان، كتقول لي موسوعه حنا اللي اكتشفناها ياك. كتعمل لي واحد السخانه في قلبي في الحقيقه. لا تبارك الله والله العظيم. تبارك الله عليك. الله يبارك في الجميع. انا كنقرا التعاليق ديال الناس، كلشي كيشكرك. الحمد لله الحمد لله. والله تبارك الله عليك موسوعه. الحمد لله الحمد لله على هذا الشرف اللي عطانا الله. وش نقول لك، كيرجع الفضل يعني الله سبحانه الناس اللي تاقت فينا، اللي تاقت وكتشوف فينا، وكنهضروا بواحد البراءه وكنهضروا بواحد العفويه. وحنا يعني خاصنا نعيشوا مع هذه الثقافات اللي عايشين فيها. نبقاو حنا على التفاهات والفيديو التفاهات التفاهات. نو، خاصنا ندقوا المساله ونوريو ولاداتنا فين غيستافدوا. فتش على الحاجه اللي غنستافد منها، ماشي اللي ما غنستافدش منها. فتش على الايجابي. يكون التليفون ديالك فيه 90% ديال الايجابي و10% التفاهه، ساعد تخدر عقلك بالضحك. وهذا الشيء اللي كنبغي نرشدنا الاولاد واطفالنا. كما قلت انا الحمد لله كنعملوا فيديوهات اللي هما نقيين نظيفين. نعم. تفرجوا فينا عائلات. نعم. انا العائله ديالي بالضبط كتفرج فيا، ما يمكنش انني نخرج نعمل شي فيديو اللي خارج. جات واحد المراه عندي، اسمح لي خير، انا جالس كنبيع الجلاله بهيدا، وجات واحد المراه عندي في رمضان كتشوف فيا، انا عندي عيني، وقالت لي خصني جلابه قشابه ما عرف. قالت لي انا شفتك في الفيديو، انا شفتك في التيلي، انا شفتك هذا، جينا راجل وانا كنقول لولادي انا خصني نشوف. كتعجبني الهضره ديالك، وانا كنهضروا الهضره الطاونيه، يعني يعرفك اي واحد كنهضر بالهضره يعني عفويه. الا كنبلغ الرساله لهاد الناس اللي تابعينا، كنبلغ لهم واحد الرساله، حنا هما يتبعونا والربح يتبعهم ان شاء الله. هادشي اللي كاين، والتعليقات ديالهم يعني كيعجبونا وكيعملوا لنا واحد السخانه في القلب ديالنا في الحقيقه. يوصلكم كل جديد على قناتكم شمال بوست. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وزر الاعجاب، وخليوا الاراء ديالكم في التعليقات.